في حدث حلو في الكرة المصرية، بعيد عن ان انت اهلاوي او زملكاوي او عايز بيراميدز يكسب، هو ان الدوري اخيرا بيخلص في الجولة الاخيرة. يعني احنا الدوري الانجليزي منتهي من 3 4 جولات، واحنا مستنيين الجولة الاخيرة وتحدد مين اللي هيحسم الدوري. حاجة كويسة ما حصلتش من تقريبا من 2018 2019 لما الاهلي برضه اخد الدوري، وقبلها تقريبا في 2013 برضه الاهلي اخد الدوري في اخر جولة. يعني احنا تقريبا بمعدل كل 5 6 سنين بيحصل ده مرة. فده لو بيبين ان في بيسموها هيلثي كومبيتيشن، بعيدا طبعا عن قرارات الرابطه والحاجات اللي الناس كلها بتتكلم عليها. انا مبسوط ان في منافسه، انا مبسوط ان في 3 فرق كانت بتنافس حتى الجوله الاخيره، والزمالك كان كسب، كان الموضوع اختلف. المنافسه دي هتخلي في منتخب قوي، اللعيبه هتلعب لاخر 90 دقيقه في اخر جوله، سواء في الهبوط، سواء هيلعب كونفدراليه، سواء هيلعب بطوله افريقيا، سواء هياخد الدوري او لا. اللعيبه هتبقى مركزه. اللعيبه دي لو طلعت على معسكر منتخب هتاكل بعض، هيبقى جاهز فني وبدني ونفسي وكل حاجه. تخيل انت لما الدوري المصري يخلص في اخر جوله، فتخيل بقى عدد الاعلانات وعقود الرعايه هتزيد وكل حاجه هتزيد، فبالتالي يقدروا يطوروا من الانديه بتاعتهم. قول لي انت موافق ولا لا؟